انا مؤمنة ان كل ست محتاجة لنفسها لحظة صغيرة تقعد تهدى، تشرب حاجة دافية، تستمتع. دلوقتي الحمد لله الولاد ناموا على خير، يلا نقعد نشرب حاجة دافية بقى. قررت النهاردة اني هشرب الهندباء لاني سمعت فيديوهات كتير جدا عن فوائده، ف وكمان لقيته في امتنان موجود معاه نعناع مكتوب عليه نعناع الفلفلي ده ولا الفلفلي معرفش. ماشي، طعمه تحفة، طعمه عامل زي الهولز الاخضر، فاكرينه او عارفينه؟ هو تاني موجود. آه، حلو قوي، حلو قوي، طعمه هادي كده. عشان انا جربت كمان الهندباء اللي بيبقى سايب من عند العطار التاني، طعمه شاي اخضر مر كده، ده طعمه جميل، النعناع ضايف له حاجه حلوه قوي، فبجد حلو قوي بتاع امتنان. آه، غني جدا بالفيتامينز، فيه فيتامين كي وسي واي. وبقى انا اساسا جبته عشان هو بي يعني بينقي الجسم من السموم، وعشان اي حد عنده مشاكل في القولون لان هو بيقلل الانتفاخات جدا، وبينظف الكبد، ومليان مضادات اكسده فبيقوي المناعه، وكمان مفيد للعظم، وفيه كالسيوم ومغنيسيوم. وكمان هو ممكن يساعدك لو بتنزلي وزنك لان هو بينزل المية الزيادة اللي في الجسم، وكمان هو بيساعد في الهضم الدهون. ف... فهو مريح بصراحة للقولون جدا. انا بقالي دلوقتي اسبوع ماشية عليه، في فرق. يعني انا حاسة ان انا اولا انا مش عارفة ليه علاقة بالشهية ولا لا، بس انا مش عايزة اكل، انا مش عارفة ده ليه علاقة بالشهية ولا لا. هو انا قافل لي شهيتي، ف مش عارفة هل هو ولا في سبب تاني، انا مش عارفة، ولا الحر اللي احنا فيه، انا مش عارفة. بس هو طعمه حلو، دي اهم حاجه بالنسبه لي، لان لو حاجه مفيده وطعمها وحش انا مش من الناس اللي ممكن تشرب حاجه او تاكل حاجه طعمها مش حلو يعني. فهو طعمه جميل قوي، مفيد، فمفيش مشكله ان احنا ناخد بالنا من صحتنا كده يعني. لو هتتدخلي، هو المفروض مكتوب على العلبه ان هو تشربي من كوبايه لكوبايتين في اليوم، بس انا بشرب واحده بس، وبشربها يعني مش بعد وجبه، ملهاش علاقه بحاجه يعني، بشربها براحتي يعني، مع اهدى كده بشربها. هنا انا نقعتها، مكتوب عليه ان هي تتنقع بعد ما تحطي المية المغلية عليها، بتنقعيها من 5 ل10 دقايق وتصفيها وتشربيها بقى. وشكرا جدا على وقتك.